لو كتب عليك انك تكون معارض للنظام فلازم تبقى عارف انك هتتعرض لشويه مشاكل، هتتسجن، هتتبهدل، ممكن تتقتل، او ممكن يبقى حظك حلو وما تكملش اسبوع في السجن زي ما حصل مع ابراهيم عيسى المعارض الوحيد اللي ما اتسجنش. في الحلقه دي هتشوفوا شخصيتين، ابراهيم عيسى قبل الثوره وابراهيم عيسى تاني خالص بعد الثوره. من هو في اولى جامعه اشتغل في مجله روز اليوسف، وكان معروف عنه انه صحفي شاطر ما بيخافش من حد. فضل ابراهيم عيسى يخبط في كام مجله على كام جورنال لحد ما وصل وبقى رئيس تحرير جريده الدستور، وكان احد مؤسسيها سنه 95. الجريده ما كملتش 3 سنين واتقفلت لان عيسى نشر بيان للجماعات الاسلاميه واللي الدوله شافت وقتها انه بينشر الفكر الارهابي في مصر. في الفتره دي ابراهيم عيسى تحول من رجل سياسه لرجل دين. كتب روايه اسمها افكار مهدده بالقتل، وكان بيهاجم فيها رموز علماء المسلمين وخصوصا الشيخ محمد متولي الشعراوي اللي وصفه عيسى في روايته بانه شيخ متخلف وبينشر التخلف في مصر. عيسى كان كتب روايتين قبل الروايه دي، واحده اسمها العراة واحده اسمها دم على نهد. الروايتين دول فشلوا لان كان فيهم تعبيرات جنسيه كتير جدا. في الفتره دي برضه ابراهيم عيسى كان بيقدم برنامج تلفزيوني اسمه الله اعلم، والبرنامج ده كان متخصص في الهجوم على علماء المسلمين والدخول في مشاكل فقهيه عميقه محتاجه متخصصين علشان يتكلموا فيها. في القاموس الشعب الاسلامي كده طول الوقت الناس تكلم بعض وتقول له العمل عباده، وكانه ده يعني القانون الالهي ان العمل عباده. فجت منين حكايه العمل عباده؟ في 2004 رجعت تاني جريده الدستور ورجع معاها ابراهيم عيسى كرئيس تحريرها. الدستور في اصدارها الجديد كانت جريده معارضه شرسه جدا، وكانت صوت لكتير من الصحفيين اللي كانوا بيكتبوا مقالاتهم فيها. في نفس الوقت عيسى كان مستمر في كتابه رواياته الادبيه وفي تقديم برامجه التلفزيونيه زي برنامج الفهرس وبرنامج على القهوه اللي كان بيتعرض في قناه دريم. اول صدام مباشر بينه وبين الامن كان سنه 2006 لما نشر مقاله للصحفيه سحر زكي بعنوان مواطن من وراء العرب بيطالب بمحاكمه مبارك. بسبب المقاله دي اتحكم على ابراهيم عيسى بالسجن لمده سنه وغرامه 10000 جنيه، بس الحكم اتخفض بعدها وبقى غرامه 4000 جنيه بس من غير سجن. السنه اللي بعدها على طول ابراهيم عيسى نشر خبر تدهور صحه المخلوع مبارك. الخبر ده قلب الدنيا واتحكم على عيسى بالسجن لمده سنه، بس اتخفف الحكم بعدها وبقى شهرين بس. بعد ما ابراهيم عيسى راح سلم نفسه لتنفيذ الحكم حصلت حاجه كانت اول مره تحصل لاي معارض سياسي في عهد مبارك اصدر قرار بالعفو الرئاسي عن ابراهيم عيسى، وهنا كانت علامه الاستفهام. عمرو اديب لما سال ابراهيم عيسى هل شكر الرئيس مبارك على القرار ده كان رده انه نفى تماما وقال انا ما فكرتش حتى ان انا اشكر الرئيس مبارك. هل فكرت ان انت تتصل بالرئيس وتقول له مثلا شكرا مثلا ده كان قرار جيد؟ انت فكرت في ده؟ لا الحقيقه ما فكرتش خالص. ممكن اكون غلطان بس انا ما فكرتش اطلاقا في الحكايه. لكن لما عمرو الليثي ساله نفس السؤال قال كلام تاني خالص. حاولت تشكر الرئيس بعد هذا القرار؟ كلمته شكرته او اتصلت بالرئاسه؟ انا بلغت من السيد وزير الداخليه هذه الرساله من السيد رئيس الجمهوريه، وابلغت السيد وزير الداخليه شكري وامتناني لقرار السيد الرئيس. يعني هذا امر واضح ومعلوم بالضروره يعني وهذا الامر كان يستحق الشكر بطبيعه الحال. ومن هنا بدات الشكوك حوالين ابراهيم عيسى انه يكون مجرد دميه في ايد النظام، خصوصا بعد كلامه عن استقبال وزير الداخليه ليه في مكتبه الخاص، رغم ان كان في كتير من المعارضين مرميين في السجون. وزير الداخليه عايز يقابلك ابراهيم، واستقبال جميل من على البوابه وحاجه كده. قلت ده بسك وانت داخل يعني حد انا كوباسك. الحقيقه انا تخيلت ان انا وزير داخليه فنلندا مثلا جاي يزوره يعني في لازوغلي. فانت بتتكلم جد الكلام ده كله؟ والله استقبال حر جدا وجميل. اللي اكد زياده ان معارضه ابراهيم عيسى ليست الا معارضه كرتونيه هو انه بعد ما خرج من السجن رجع يهاجم نظام مبارك بشكل اكثر جرأه وشراسه، وعلى الرغم من شراسه وجرأه الهجوم ده الا ان مفيش اي مضايقات امنيه حصلت له في الفتره دي، رغم ان الوقت ده كان معروف ان اللي بيتكلم بيبقى عارف مصيره ايه. في عهد مبارك ابراهيم عيسى كتب روايه اسمها مقتل الرجل الكبير، والروايه دي كانت بتتكلم عن ايه اللي ممكن يحصل لو الرئيس مات. عيسى بيقول ان الروايه دي تمت مصادرتها من امن الدوله، واللي حصل ان امن الدوله اشترى 3000 نسخه المطبوعين، وده كان اسرع مكسب لابراهيم عيسى لان ال 3000 نسخه دول اتباعوا بس في 3 ساعات. مش ده المكسب الوحيد لابراهيم عيسى، لكن المكسب الحقيقي الدعايه اللي حصلت له واللي حصلت للروايه واللي بسببها لحد دلوقتي لسه في ناس بتشتري الروايه دي. في 4 اكتوبر 2010 سيد البدوي اشترى جريده الدستور، بعدها بفتره بسيطه تمت اقاله ابراهيم عيسى من رئاسه التحرير. في 3 روايات بتتقال عن الاقاله دي، ناس بتقول ان دي خطه امنيه لتدمير ابراهيم عيسى وتدمير جريده الدستور، وناس ثانيه بتقول ان عيسى كان مصمم على نشر مقاله الدكتور محمد البرادعي عن حرب اكتوبر وسيد البدوي كان رافض ده، فحصل خلاف ما بينهم. الروايه الثالثه بتقول ان مرتب ابراهيم عيسى كان 75000 جنيه قبل ما سيد البدوي يمسك الجريده، ولما جه سيد البدوي قرر انه يخفض المرتب ده. احنا ما نعرفش الحقيقه فين، بس على الاقل في روايه من دول هي الصح. قبل ثوره 25 يناير ابراهيم عيسى كان من اوائل المشاركين في الجمعيه الوطنيه للتغيير بقياده الدكتور محمد البرادعي، ومع بدايه الثوره اتحرك ابراهيم عيسى مع محمد البرادعي من مسجد الاستقامه باتجاه ميدان التحرير، وبمجرد وصوله استقبلوا الشباب استقبال حافل
حافل جدا لانهم كانوا بيعتبروه رمز من رموز المعارضه. بعد تنحي مبارك بيومين بس بدا ابراهيم عيسى برنامجه على قناه الجزيره باسم صالون ابراهيم عيسى، وكان بيستضيف فيه رموز ثوريه كتير من جميع الاطراف، شباب 6 ابريل، شباب الاخوان، دكتور محمد البرادعي. ابراهيم عيسى كان شايف ان قناه الجزيره قناه عالميه وكان بيشيد بدورها في ثوره 25 يناير. يعني يشرف اي عربي انه قناه الجزيره قناه عالميه معروفه، تريد مارك كده، اسم تجاري معروف في الدنيا كلها زي CNN مثلا. يشرفك كعربي، ازاي ما يشرفكش كعربي؟ بس الكلام ده اتغير تماما بعد ثوره 30 يونيو. القناه الصهيونيه الناطقه بالعربيه دي اللي كل ما فيها صهيوني، كل ما فيها صهيوني. انا بقول انه مش قطر اللي مشغله الجزيره، ده الجزيره اللي مشغله قطر. المهم نرجع لموضوعنا. بعد تنحي مبارك وتسليم السلطه للمجلس العسكري، ابراهيم عيسى اسس جريده التحرير ومن بعدها قناه التحرير، وكان مستمر في معارضته الشديده للمشير طنطاوي وقيادات المجلس العسكري لانه كان شايف انهم ما ينفعوش لاداره البلد. دي مشكله المجلس العسكري، انه طول الوقت يفشل وطول الوقت لا يعترف بفشل. اشهر هجوم ليه كان بعد واقعه تعريه ست البنات لما نزل صفحه اولى في جريده التحرير بمنشط ضخم عنوانه كاذبون. ايام المجلس العسكري ابراهيم عيسى كان بيقول اشعار في شباب الثوره وكان بيدافع عنهم باستماته، وافتكروا الكلام ده كويس. لا يزال الصوت النابض الحي الحر القوي الصريح الواضح الوضاح المؤمن المؤتمن. ابراهيم عيسى ما كانش بس بيعارض من التلفزيون، لا ده كمان كان بينزل مظاهرات الشباب اللي كانت بتطالب باقاله المشير والمجلس العسكري. بدا تغيير ابراهيم عيسى 180 درجه بشهادته في محاكمه القرن لصالح مبارك لما وصفه بانه راجل وطني وانه مستحيل يامر بضرب المصريين. الكاتب الصحفي والاعلامي الزميل ابراهيم عيسى يدلي بشهادته في محاكمه القرن ويؤكد مبارك رجل وطني لم يصدر قرارا بقتل المتظاهرين. على الرغم من ان ابراهيم عيسى بعد الثوره مباشره كان بيطالب بمحاكمه مبارك وبيهاجم التقصير في حق الشهداء. على الطرمخه على القتله ولا كأن حاجه حصلت. فعلا شيء يعيدك الى اننا كاننا قصاد قتل الحسين وكله بيتفرج. كل اللي فات ده كان ابراهيم عيسى الاولاني، اللي جاي بقى ابراهيم عيسى الثاني. اول حاجه تخيل ان ابراهيم عيسى اللي كان بيطلع في كل القنوات يقول يسقط حكم العسكر. هدف واحد، مطلب محدد، وهو الشعب يريد اسقاط النظام، يسقط حكم العسكر. ما قدرش يتكلم لما السيسي زعق فيه وقال له ما اسمحلكش تقول كلمه عسكر. حضرتك لا ترى في وجود رئيس قادم من المؤسسه العسكريه انه معناه كده ان العسكر التعبير الشهير يعني العسكر يحكم؟ انا مش هسمح لك تقول العسكر تاني بصراحه كده. بعد 30/6 ابراهيم عيسى عمل تحول كامل لحياته، ولاول مره اتنقل من صفوف المعارضين لصفوف المدافعين عن النظام، وطبعا كان لازم اول حاجه يعملها انه يهاجم شباب الثوره. المجموعه بقى بتاعت 25 يناير موتها وسمها ايه مبارك ان مبارك سيخرج وبعض المخنثين سياسيا طبعا، وبعضهم مخنث فيزيقي مش بس سياسي، يقول لك ناقص بقى مبارك يرشح نفسه في الانتخابات الجايه. عموما لو مبارك خد براءه يجوز له انه يرشح نفسه. من 3 سنين بالظبط ابراهيم عيسى كان بيدافع عن الشباب دول باستماته، وكان بيتهم الجيش بمحاوله تشويههم. مجلس عسكري طول الوقت لا هو فاهم في السياسه ولا عايز بتوع السياسه يشتغلوا، وكل همه من اللحظه الاولى انه بتوع السياسه دول او الثوار عملاء وخونه وكل بقى القصص السخيفه. تاني حاجه عملها ابراهيم عيسى انه بدا يوصف اي حد بيعارض النظام بانه خاين وعميل وممول، رغم انه كان بيعاني من التهم دي. جيش المؤسسه الوطنيه العظيمه، جيش وطنكم وبلدكم، كل من يخدش في قوة وصلابة هذا الجيش هو يخدم أهداف الأعداء، بل هو يفكر كما يفكر الأعداء، بل هو يمضي في طريق الأعداء، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. من 3 سنين برضه ابراهيم عيسى اتهم الجيش بانه بيحاول يخلق مؤامرات وهمية علشان يتهم معارضيه بالعمالة والخيانة. مصدر أمني مصاب ببله منغولي يقول لنا إنه لولا إن إحنا أعلنا على المؤامرة ما كانش يا راجل حرام عليه، إيه الخزعبلات اللي بتتقال دي؟ وبالمناسبة أنت لا مسكت حد ولا ظبطت حد ولا قلت له المخططات ولا البتنجان. زي ما قلنا في اول حلقه ان ابراهيم عيسى كان بيهاجم مبارك ورجالته، كان شايف انهم ارتكبوا جرائم ما تتغفرش، لكن شخصيه ابراهيم عيسى الثانيه كان ليها راي تاني خالص في براءه مبارك. محدش عايز يقتنع بانه مش عايز يخش الحقيقه دي جواه خالص، مش عايز يفكر فيها ابدا، انه مبارك لم يامر باطلاق الرصاص على المتظاهرين، دي مش عايزه، محدش عايز يقتنع بيها نهائيا. ليه يا جماعه؟ مش عايزين تقتنعوا ليه؟ فاكرين ان كده بتبرئوه من قتل المتظاهرين؟ ما يتبرأ من قتل المتظاهرين. ده اللي خلى بلال فضل يهاجم ابراهيم عيسى في مقالتين ورا بعض، ووصفه في واحده فيهم بانه منافق برخصه. انا عايزكم بقى تركزوا في الفيديو اللي جاي ده، ركزوا مين اللي شايل ابراهيم عيسى. شباب الثوره، هم دول شباب الثوره اللي عملوا له اسم وقفوا جنبه، هم دول الشباب اللي باعهم ووصفهم بالمخنثين. المخنث هو اللي بيغير كلامه، بيغير مواقفه، هو اللي بيبيع دم الشهداء بعد ما هتفوا باسمه وكان كتفهم في كتفه في الميدان. لو في حد مخنث في البلد دي يبقى انت يا ابراهيم يا عيسى. اشوفكم على خير.
كده انت وصلت لاخر الحلقه. هطلب منك 3 حاجات: اعمل شير عشان الحلقه توصل لكل اصحابك، انزل تحت هتلاقي الفان بيج بتاعتنا ابعت لنا عايز الحلقه الجايه عن مين، واخر حاجه دوس هنا.